السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض رز بسمتي وكفته مشويه. ان شاء الله الطريقه تعجبكم، واتمنى طبعا لو انتوا جداد عندي في القناه اشتركوا فيها وفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله تتفرجوا عليه. بصوا الاكله دي حلوه جدا وسريعه، ما تاخدش منك وقت. يعني لو انت قايمه بقى كده من النوم متاخره وعملتيها مش هتاخد معاكي وقت خالص. تعالوا بقى نقول بسم الله ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. بصوا زينتها بقى كده بشيبسي. الكفته كانت طريه جدا وجوسي كده من جوه، ان شاء الله الطريقه بتاعتها تعجبكم. هنقول بسم الله كده ونشوف المقادير. عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه. اللحمه المفرومه دي انا فرماها وشين. هي كانت مفرومه عادي من عند الجزار وانا فرمتها وش كمان عندي في الكبه. وعندي بصلايه مبشوره. البصلايه دي بميتها، ما صفتش الميه بتاعتها، هقول لكم ليه دلوقتي. وعندي معلقه كبيره مليانه من البقدونس المفروم. وعندي كمان كيس اللي هو بتاع خلطة او تتبيلة الكفتة. كيس الخلطة ده هو بيبقى مكتوب عليه اصلا ان انتوا المفروض تزودوا له يعني شوية مية. فانا طبعا مرضتش بقى اصفي البصل وقلت كفاية المية اللي هي موجودة في البصل. تمام كده. هضيف بقى الكيس كله. الكيس ده بيعمل نص كيلو من اللحمة. في انواع كتير طبعا، تقدروا تجيبوا النوع اللي انتوا بتحبوه. هضيف كمان نص معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر علشان تخلي الكفتة معايا هشة ومش مكتومة. مش هنضيف اي توابل او بهارات تاني علشان احنا ضفنا التوابل يعني بتاعتنا اللي هي الجاهزة. هبدأ بقى دلوقتي اعجن اللحمة كده مع التوابل والحاجة اللي احنا حطيناها كويس جدا لحد ما اتأكد ان كل حاجة دخلت في بعضها. طب لو مش عايزة استعمل اللي هي التتبيلة الجاهزة هحط ايه؟ هتحطي ملح، فلفل اسمر، 7 بهارات او بهارات اللحمة، او في بهارات برضو سايبة بتتباع عند العطار اللي هي بهارات الشوي. واي طبعا توابل انت بتحبيها تقدري تضيفيها. بصوا هنا بعد ما عملتهم كده او دمجتهم كويس مع بعض، عجنتهم بمعنى الكلمة مع بعض كويس قوي علشان اتاكد ان كل حاجة دخلت في بعضها. لما بتلاقيهم دخلوا مع بعض كويس قوي كده بتلاقي الكفتة عندك بقت بتلزق شوية. عندي بقى هنا بصلايه وطماطمايه وحبايه كده من الفلفل، اديتهم رشه كده من الملح ورشه من الفلفل الاسمر ودعكتهم بس مع بعض كده حاجه بسيطه خالص وهفردهم في الصينيه. الخضار اللي بيكون من تحت ده بيكون حلو جدا، تقدري تقدميه مع الاكل. وكمان في فايده تانية، لو انت اللحمه بتاعتك دسمه شويه وفيها دهون كتير، الخضار ده بيمتص الدهون اللي فيها وبتنزل كده على الخضار، فبتاخدي الكفته بتاعتك ما بيكونش فيها دهون. جبت بقى الطبق هنا فيه معلقه كده من الزيت علشان بس يعني احط ايدي فيه وابدا اصبع الكفته عندي باي حاجه بقى عندك، بمعلقه او انا عندي اللي هو المسن ده بيكون رفيع كده فبصبع عليه. اعملي طبعا الحجم اللي انت بتحبيه، بس من الافضل ان هي تكون الصوابع رفيعه مش تخينه عشان تطلع معاكي في السوا كويسه. بس بشكلها كده زي ما انتم شايفين. عايزه بقى تعمليها في الفرن زي ما انا هعمل براحتك، عايزه تشويها على الفحم طبعا براحتك، ما بتفكش خالص وبتكون حلوه جدا. لو انت حاسه ان اللحمه بتاعتك فيها نسبه سوائل كتير، مثلا ده من الجزار يعني مش منك انت، ممكن تزودي لها معلقه دقيق وبرده هتبقى حلوه جدا لو انت هتشويها على الفحم، لو خايفه يعني ان هي تقع من على السيخ او حاجه. بس هعمل كل الكميه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي كده. طبعا في الوقت ده شغلت الفرن. قبل ما بشتغل في حاجة هكون هدخلها الفرن بشغل الفرن مسبقا علشان ندخل الحاجة على فرن حامي، ما تبدأش ان هي تنزل ميتها وتنشف معايا. شغلت الفرن في الاول على درجة حرارة 220، وبعد كده بهديه على درجة حرارة 200 بعد اول 10 دقايق. بتاخد معايا في الفرن حوالي 25 دقيقة وبتكون جاهزة معايا. في الاخر طبعا لازم اعمل لها الفحمايه دي، اهم حاجه عشان تديني ريحه الشوي كده وطعم الشوي في الكفته. دخلها بقى الفرن ونشوفها ان شاء الله بعد ما تخرج.
ولحد بقى ما الكفتة تستوي معانا تعالوا بقى نعمل ايه الرز بتاعنا. الرز بسيط جدا وطعمه حلو كده وهادي. حطيت معلقة سمنة وحوالي كده معلقة زيت، حطيت ورقتين من ورق اللورا، نص عود قرفة، وهحط مكعب مرقة وفصين من الحبهان، ولو عندك ليمون اللي هو اللومي تقدر تضيفي واحدة بس ما كانش متوفر عندي. حطيت كمان ربع معلقة كده من الفلفل الاسمر، نص معلقة من الكركم، ونص معلقة كمان من البابريكا. هضيفهم دلوقتي بس اما التوابل الاولانيه تسخن معايا كده في الزيت. اول ما هشم ريحه التوابل بتاعتي هبدا بقى انزل عليها بالرز. الرز ده كان ربع كيلو رز على فكره. عارفين بقى احنا في رمضان ما بنعملش حاجات بكميات كبيره علشان ما تقعدش وكده، فكنت عامله ربع كيلو بس، فعشان كده يعني هتشوفوا حجمه قليل. ما حطيتش ملح علشان انا كده كده حاطه مكعب المرقه، وزي ما قلت لكم حجم كميه قصدي الرز مش كتيره يعني. كده كده كمان الرز البسمتي بيرمي معانا كميه حلوه يعني، مش زي الرز العادي. بس هفضل اشوح فيه لحد ما اتاكد كده ان كل الرز عندي اتغلف بالسمنه كويس قوي. دي كده رشه سكر تمام كده، بتفرق قوي في طعم الرز، بتخليه حلو جدا. بعد بقى ما شوحت الرز عندي جبت بقى ميه مغليه ونزلت بيها كده. بنحط لكل كوبايه رز كوبايتين من الميه. هسيبه بقى لما يتشرب معايا، هوطي عليه النار خالص وهيكون معايا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. بصوا ما شاء الله رز مفلفل جدا مش معجن، ميته مظبوطه وطالع طعمه حلو قوي. جبت بقى الطبق بتاعي وبفرد عليه الرز كده، وهبدأ احط عليه الكفتة من فوق. وطبعا ما ننساش السلطة البلدي في الأكلة الحلوة دي، طبعا طحينة. أكلة سهلة كده وبسيطة ان شاء الله تعجبكم. كده تمام. هجيب بقى الكفتة وهحطها كده من فوق، طبعا تقدروا تقدموها بالشكل اللي يعجبكم بقى. كده الكفته كانت خرجت معانا من الفرن وحطيت لها فحمايه، زي ما قلت لكم بتبقى حاجه مهمه وبتفرق قوي في الطعم. جبت بقى الكفته وبدات ان انا ارصها كده على الوش، وزينيها بقى اي حاجه بقى عندك، شويه بقدونس، انا حطيت شيبسي كده حوالين الطبق. اي حاجه بتكون حلوه كده، ولازم يعني دايما العين بتاكل قبل الفم يعني. بس كده ده كان الطبق بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. طبعا لو عجبكم ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه علشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله تتفرجوا عليه ويجيلكوا اشعار بيه على طول. اشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد، ومع السلامه.